سيدتي الجميلة، يومك سعيد. أهلا بيكي في يوميات البحث عن السيروتونين هرمون السعادة. بورك لأمتي في بكورها، ما تنسوش تبدأوا يومكم بصلاة الفجر. ربنا يا رب يجعلنا من أهل الفجر. وأجمل حاجة في راديو مصر هي إذاعة القرآن الكريم. شاعر نتربص به ريب المنون. لو أول مرة تشوفي قناتي، أنا اسمي شيماء، صيدلانية وسبت شغلي علشان أتفرغ لبيتي وأولادي. في كل مرة هستضيفكم في بيتي وهناقش معاكم موضوع طبي أو اجتماعي. أهلا بيكم في قناتي. قبل ما أدخل في موضوع الفيديو، حابة أفكركم ونفسي بقراءة سورة البقرة كل 3 أيام في بيوتكم. ربنا يحفظ بيوتكم من الشياطين ويزيدها بركة يا رب. كلنا عارفين إن مؤخرا السوشيال ميديا بقت مصدر دخل لناس كتير جدا، وبقى فيه شركات متخصصة بتمسك إدارة قنوات من اليوتيوب. أنا فعلًا حرفيًا يعني أنا بادئة القناة بتاعتي من سنة تقريبًا، ما كنتش أعرف كل المعلومات دي لحد لمّا لقيت تعليق من واحدة على فيديو من الفيديوز، قالت لي: لو حابة تحققي شروط اليوتيوب وتوصلي لل1000 مشترك وتحققي ساعات المشاهدة ال4000 ساعة، أنا أقدر أوفّر لِك كل دوّة في خلال أسبوعين. ودخلت على الواتساب واستفسرت منها وعرفت منها طبعًا التفاصيل كلّها، واكتشفت إن ده عبارة عن business ومنتشر جدًا، جدًا. أنا يعني حبيت أعرف المعلومات عن الحاجات دي، لإن أنا فعلًا ما كانش عندي أي خبرة عنها خالص، ولا كنت أعرف أي معلومات عنها خالص. أنا بدأت القناة بشكل عادي جدًا، بهدف إن أنا أسيب أثر طيب ما بين الناس، وحاجة كويسة وانقل لكم خبرتي في كل حاجة أقدر عليها. يعني مثلًا خبرتي في الحاجات الطبية والمشاكل الطبية اللي ممكن تظهر في أي بيت مصري. خبرتي في الأكل. يعني أنا ما باعملش أكل فظيع ولا وصفات عالمية أو كده، لكن كل الوصفات اللي أنا باقدّمها لكم باكون جرّبتها كذا مرّة ووصلت لوصفة المضبوطة أو الطعم المضبوط ليها، وحبيت إن أنتم تستفادوا منها. أنا واحدة من الناس لمّا اتجوزت حاجات كتيرة جدًا ما كنتش باعرف أطبخها ولا كنت باعرف أعملها، فإيه المانع إن أنا كنت أقدّم لكم وصفات لأكلات موجودة في بيوتنا، في نفس الوقت ألفت نظركم لمشكلة موجودة في مجتمعنا، وأقول لكم وجهة نظري فيها، كلام ديننا الإسلام عليها. آآ اللي أنا هاكلمكم فيه النهارده هو قصة الtrend، بسبب إن الناس بقى عندها هوس بإن هي تعلّي الreach بتاعها، وتعلّي درجة المشاهدات ونسبة المشاهدات، وتعلّي ساعات المشاهدات عندهم في قنواتهم علشان تدِر عليهم فلوس أكتر وأكتر. بقى كُلّه بيجري ورا الtrend، كُلّه بيفكّر إزاي يعمل جذب للمشاهد على قد ما يقدر. طبعًا في ناس بتستخدم أساليب غير لائقة وأساليب يعني بعيدة تمامًا عن الأخلاق وعن الدين، ربنا يعافينا يا رب منهم. وفي ناس تانية بتبقى متحفظة شوية، فبتبتدي تلفت نظر الناس لحاجات بتكون نقط ضعف موجودة في المجتمع كله، يعني حاجات المجتمع كله بيبقى متفق عليها ومنصب عليها، فبتلفت نظرهم ويبتدوا يدخلوا الفيديو يشوفوا اللي بيتكلم ده بيتكلم عن ايه. دلوقتي لو انت واحد عايز تجيب نسبة مشاهدات عالية جدا على السوشيال ميديا وتعلي الريتش بتاعك، من أهم المواضيع اللي هتطلع تتكلم فيها إن أنت هتحكي قصتك مع الحسد، وإزاي الحسد دمر لك حياتك أو خلاك فقدت حاجة عزيزة عليك جدا. كل الناس، يعني ممكن نسبة 3% بس اللي هيعارضوا في التعليقات، وبقية الناس كلها هتوافقك وهتقولك إن كل واحد حصل له مشكلة مماثلة من الحسد. وقبل ما أكمل كلامي في الموضوع، عايزة أقول لكم إن أنا مسلمة
وأنا مؤمنة بالحسد، والحسد مذكور في القرآن. وكان يعني من طفولتي، من يمكن هحكي لكم على موقف من وأنا في تانية ابتدائي لما كنت مريضة واتصلت بواحدة صديقة ليا في المدرسة عشان أسألها على الواجب، والدتها اللي ردت عليا فلقيتها بتقول لها تعالي كلمي الملعونة شيماء. اتسميت الملعونة لمجرد ان انا كنت اشطر من بنتها وان انا كنت على طول بطلع الاولى. طبعا انا سبت التليفون وقعدت اعيط ويعني اتصدمت، يعني طفلة عندي 8 سنين ودي كانت صاحبتي وانا كنت بلعب معاها وكنت بحبها جدا، واتصدم ان مامتها بتتكلم عليا كده لمجرد ان انا بطلع مثلا الاولى على بنتها او اشطر منها. وموقف شبيه حصل لي برضو وانا في اعدادي بقى، يعني الموقف ده كان برا مصر. لما رجعنا مصر وكنت في اعدادي، واحدة من قريباتي جت قالت لي انا بحس ان انا بكرهك جدا. ماما طول الوقت تقول لي بصي شيماء بتجيب درجات ايه، بصي شيماء بتطلع الاولى على المدرسة، بصي شيماء عملت، شيماء سوت. فاحنا اللي بنوطد فكرة المقارنة ما بين النعم اللي عند الناس واللي عندنا، وما بين ان احنا نسبب كل مشكلة بعد كده بتحصل في حياتنا، اي دروب بيحصل في حياة اي واحد بنقول ان ده بسبب الحسد. بسبب بقى الافكار المتوارثة دي عن الحسد وعن المقارنات اللي موجودة في مجتمعنا العربي، ظهر مشكلتين كبار جدا. اولهم فعلا ان في ناس كتير حسودة وبتقارن بعضها بالناس التانيين. وتاني حاجة ان الناس بقت اي مشكلة بتحصل لها في حياتها بتحب تريح دماغها من انها تفكر في اسباب منطقية لايه اللي وصلها للمشكلة دي، وترجح انه على طول انه حسد. بعد كده بقى ايه اللي حصل بقى، يعني ايه اللي حصل في مجتمعاتنا العربية نتيجة ايمان الناس الشديد بالحسد اللي وصلهم لدرجة الفوبيا. يعني في ناس بتخاف من الحسد اكتر ما بتخاف من ربنا، وكأن الحسد ده استغفر الله العظيم يا رب إله ممكن يعني يعمل فيهم أسوأ ما يكون. أول حاجة بتحصل بقى إن الناس بقت فعلا بتقاطع بعضها، ونبص نلاقي ناس بيدخل مثلا على السوشيال ميديا، واحد يحط على الصفحة بتاعته بوست بيبقى قاصد ان هو مثلا يرمي بكلام على ناس تانية، يصور عربيته بعد ما اتخبطت وحسبي الله ونعم الوكيل، والعين اللي صابتني والعين اللي عملت فيا. وطبعا بيبقى قاصد ان هو يوصل الكلام ده لحد معين علاقته بيه متوترة، او حد قابله الصبح مثلا وهو خارج فبيحب يوصل له رسالة ان انا لما قابلتك حصلت لي مثلا المشكلة دي، او عربيتي حصل فيها مشكلة. ممكن مثلا برضو واحدة تبقى ساكنة في بيت عيلة، مع الأسف يعني دي من أكتر الحاجات اللي بتحصل من أقرب الناس وفي بيوت العائلات وما بين القرايب، تبقى نازلة مثلا بأولادها رايحة توصلهم المدرسة، تقابل سلفتها، تقوم بعد ساعتين مثلا المدرسة تكلمها ابنك تعبان. طبعا على طول اوتوماتيك بدل ما تفكر مثلا ابني كل ايه بالليل خلاه يتعب ويرجع، او احنا مثلا في الشتاء فممكن اي طفل في الشتاء بيعي عادي، لا ده انا قابلت سلفتي النهارده على السلم وهي ما عندهاش اولاد وكل خلفتها بنات فحسدت ابني، او هي ما بتخلفش اصلا فحسدت ابني. تبتدي بقى تعمل، يعني بيعملوا بقى مواقف بتكون سخيفة جدا بين اقرب الناس، تخبي ولادها عنها، تبقى شايفاها طالعة على السلم تقوم رازعة الباب وقافلاه بسرعة قبل ما توصل هي عند عتبة الباب بتاعها. وقصص كتيرة كده بيبتدي الناس يوصلوا لبعض ان انا بدار عنك او انا بخبي عنك النعم اللي عندي عشان انت حسود. واي انسان طبيعي ما يحبش ان حد يوصل له ان هو حسود، لان الحسد ده صفة بغيضة، معناها ان انا انسان بتمنى زوال النعم عند الناس اللي حواليا. طيب علشان انا مأذيش بقى مشاعر الناس اللي حواليا في حاجات بسيطة، يعني في نعم بسيطة ممكن تكون، او مش عايزة اقول ان هي نعم بسيطة، هي فعلا نعم عظيمة من ربنا، ان ربنا مثلا يكون اكرم عليك بزواج، اكرمك باطفال، اكرمك ببيت، اكرمك بعربية، اكرمك بشغل كويس. ودي بتكون من الحاجات اللي ظاهرة للناس. انت خايف على نعم ربنا دي مع ان ربنا هو اللي اعطاها لك وهو القادر انه ياخدها منك. تلزم حاجتين مهمين يحموك من الحسد.
أول حاجة إننا نتقي الله، تتقي الله في تعاملاتك مع الناس، تتقي الله إن ما يكونش حد أنت مأخر حق عنه، يعني حد ليه حق عندك وأنت مأخره، تتقي الله في جيرانك، تتقي الله في أهلك، تراجع نفسك في صلواتك وفي علاقتك مع ربنا. وتاني حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي ناس كتير بتغفل عنها هي أذكار الصباح والمساء، ما بتاخدش مننا 10 دقايق الصبح و10 دقايق بعد الظهر بعد العصر نقرأها وانت سايق العربية الصبح رايح شغلك، وانتي رايحة الصبح بتوصلي أولادك المدرسة، وبعد العصر أو المغرب تقرأي أذكار المساء. الأذكار بتحميك من الحسد. ومن ناحية تانية بقى أنا كمسلم مطلوب مني إيه؟ يعني أنا كمسلم وعارف إن الحسد مذكور في القرآن وخلاص أنا بعمل اللي عليا وبقول الأذكار، ولما يصيبني أي مشكلة في حياتي هل أبتدي أفكر في الحسد ولا أبتدي الأول أراجع نفسي؟ المفروض الإنسان المسلم لما يصيبه أي مكروه يبتدي يراجع نفسه، علاقته مع ربنا، زكاته، صلاته، علاقته بأهله، حقوق الناس لو مأخر حق حد عنده، الغيبة والنميمة اللي أنا متأكدة إن ناس كتيرة جدا بتقع فيها من غير ما بتكون واخدة بالها. البنات اللي بيلبسوا لبس غير شرعي وبناطيل ضيقة وبلوزات قصيرة وفول ميك اب وتخرج بيه ويعني تجاوزات كتيرة جدا في حق ربنا وفي حق ديننا وفي حق تعليم ديننا. أي مكروه يصيبنا لازم أول حاجة تيجي في دماغنا إن احنا نراجع علاقتنا مع ربنا ومع اللي حوالينا. دي أهم حاجة، لأن هو هيكون لو انت على معصية راجع نفسك كده. وكل إنسان ربنا خلقه على الفطرة عارف، اللي بيبقى عامل معصية أو بيعمل ذنوب هو عارف إنه بيعمل ذنوب، هو عارف إنه بيعمل حاجة غلط. فده هيكون بلاء من ربنا. لو انت على معصية هو بلاء من ربنا تحمده، تقول الحمد لله وترضى وتراجع علاقتك تاني وتصحح علاقتك مع ربنا. لو انت كنت على طاعة وأصابك المكروه ده، واحد بتلزم الأذكار وبتصلي وبتصوم، يبقى دوت ابتلاء من ربنا. واعلم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء هم الأنبياء، ثم من؟ ثم الصالحون. محتاج كمان بقى كمسلم إن لسانك ما يبطلش ذكر الله. لما تشوف أي حاجة تعجبك ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أنت كده حصنت غيرك وحصنت نفسك، لأن أنت ممكن تحسد نفسك زي ما ربنا قال في سورة الكهف: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اجعلها ذكر دائم على لسانك. أي حاجة تشوفها تعجبك في أي مكان، حتى لو داخل محل وحاجة عجبتك جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وتاني حاجة مطلوب منك كمسلم إن أنت ما تسألش عن حاجة حاسس إن اللي قدامك بيخبيها عنك. يعني حد مثلا فتحت معاه موضوع غيره، ما ترجعش للموضوع ده تاني ولا تسأل فيه ولا تتكلم فيه. حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حسيت إن حد بيخبي عنك حاجة، حتى لو أقرب الناس ليك، لو أخوك لو أختك، ما تسألش عنها. يمكن هو شايف إن ده مش الوقت المناسب اللي أنت تعرف فيه الحاجة دي، أو هو حاجة خايف إنه مثلا يتكلم عنها قبل ما يحققها، فحماسه ليها يضعف أو يقل، مستني إن هو يوصل للنجاح فيها وبعدين يقولها لحبايبه ويقولها للناس اللي حواليه. كمسلم لازم تكون حساس في نقط زي دي، وإن أنت تبعد عن أي حاجة بتلاحظ من اللي قدامك إنه بيخبيها عنك. تعالوا كده هحكي لكم قصة عروة بن الزبير بن العوام. عروة كان ابن الزبير بن العوام، وأمه هي السيدة أسماء بنت أبي بكر، وبالتالي خالته هي السيدة عائشة رضي الله عنها. كان من الناس اللي ربنا أنعم عليهم بنعم كتيرة جدا. يعني كان عنده بستان من النخيل، وكان بيفتحوا في وقت الحصاد لأهل القرية اللي هو كان فيها. لكن في يوم من الأيام أخد ابنه معاه لرحلة، وكان أحب أبنائه معاه. كان عنده 7 من الأولاد، كان اسمه محمد. وهو في الطريق حصل مشكلة في رجله،
ولما وصل المكان الأطباء أجمعوا إن لازم رجله تبتر كلها، فبتروا ساقه. وصادف في الوقت ده ابنه دخل الحظيرة بتاعة الحصنة، رفصوا حصان فتوفاه الله. يعني في يوم واحد فقد رجله، وفي يوم واحد فقد أحب أبنائه إليه. كان رد فعله إيه؟ يعني كان رد فعل عروة بن الزبير اللي ابن العوام، يعني هل أول حاجة قالها ده أنا اتحسدت علشان أنا عندي بستان، ولا اتحسدت عشان عندي 7 أولاد، وأكيد الناس اللي أنا جيت عندهم دول حسدوني على ابني وعشان كده هو مات ورجلي حصل فيها اللي حصل؟ كان أول كلمة قالها: الحمد لله، كان لي 4 أطراف أخذت واحدا وأبقيت 3، وكان لي بنون 7 أخذت واحدا وأبقيت 6. يعني ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يا رب يوصلنا للمرحلة دي من الاستسلام لأمر الله والقضاء وقدره، الإيمان بالقضاء والقدر، قبل ما نسيء الظن في الناس اللي حوالينا ونفضل نلمح لهم بتلميحات سخيفة ونجرح شعورهم بإن احنا بنداري عنهم علشان هم حسودين و ونتذكر دائما الآية القرآنية اللي ربنا بيقول لنا فيها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. اللام هنا لام قسم، احنا موجودين في الدنيا هنختبر، كل واحد ليه اختبار غير التاني وامتحان غير التاني. قبل ما اختم معاكم الفيديو عايزة ألفت نظركم لحديث: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. الحديث اللي شيوخ كتير بيفتتحوا بيه الفيديوز بتاعتهم واللي بتجذب مشاهدات عالية جدا. الحديث ده ضعيف يا جماعة، وادخلوا وابحثوا وتأكدوا بنفسكم أرجوكم. أي حديث تسمعوه في الأيام اللي احنا فيها دي ادخلوا وتأكدوا من صحة الأحاديث حتى لو بتسمعها من شيخ. كل ذي نعمة محسود، ده كلنا نعم عن ربنا علينا لا تعد ولا تحصى. لو مفيش حتى أكل وشرب، يا الله على نعمة البصر والسمع والإيدين والرجلين والصحة ونعمة الأمن والأمان. شوفوا اخواتنا في الدول اللي حوالينا واللي بيحصل فيهم، ويطلعوا من تحت الأنقاض ويقولوا الحمد لله وهم فاقدين كل شيء. خلوا إيمانكم قوي بالله عز وجل، وإيمانكم بالقضاء وبالقدر، وربنا يا رب يسعد أيامكم كلها ويرزقكم سعادة الدنيا والآخرة. مع السلامة.